السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. تعالوا نعمل مع بعض طبق كبده اسكندراني كده. يستاهل بقكم. هنا كنت انا جبت طاسه وحطيت فيها حبه زيت. وسبت الزيت يسخن. طبعا لازم الكبده الزيت يسخن قوي، وبعدين تنزلي فيها الكبده. ونزلت الكبده واديتها تشويحه كده. قلبت فيها بالمعلقة مرتين تلاتة كده، عشان ايه؟ بس الكبدة تشرب ميتها، يعني الدم اللي فيها ينشف وكده. هنا كانت الكبدة خلاص نشفت. هنزل عليها بقى بالدقة او الحباش، بمعنى اصح عندنا هنا في اسكندرية بنقول حباش. الحباش ده يا جماعة بيبقى عبارة عن توم وفلفل أخضر حراق أو مش حراق عادي، وكمون وكزبرة وكاري وليمون وخل وفلفل أسمر. وبتحط كل ده في المدق وبتدق كويس، وبعدين بتنزل بيه على الكبدة. هنا كنت نزلت الأول بحبة خل، وبعدين نزلت بالحباش اللي أنا قلتلكوا عليه. ساعات بنشتريه من الراجل جاهز، وساعات احنا بنعمله في البيت عادي. هنا نزلت بالفلفل الاخضر. يا زن بيمس عليكم، معلش بقى. قول لهم حط لايك. المهم لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو من كومنتاتكم، ومتابعه بقى عشان الصفحه تكبر بيكم. بس وهنا هشوح الكبده كويس، وبحط لها التوابل. بحط لها ملح وفلفل وكمون، وهديها تشويحه حلوه كده لحد ما تشرب الميه اللي هي نزلتها يعني. كده كنت خلاص بعصر عليها ليمونه. وهنا كانت خلاص قربت تشرب الميه خلاص، او يعتبر شربتها يعني. بس يا بابا، بس يا حبيبي. صراحه كانت ريحتها فظيعه وكان طعمها يجنن. المهم لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لي لايك، ولو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين كده؟ انا خلاص كنت طفيت عليها.